محمد حسان ليس بعالم، محمد حسان واعظ. هؤلاء ليسوا بعلماء، هؤلاء وعاظ، حفظوا القرآن الكريم، حفظوا بضعة أحاديث، راحوا إلى بلد ما، حضروا كم درس هناك في توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والكلام ده، وجم هنا ركبوا المنابر. شوف يا سيدي، العالم الذي درس علوم الأزهر، علوم النحو وعلوم الصرف وعلم البيان وعلم المعاني وعلم البديع والتصورات والتصديقات وعلم الوضع وعلم المقولات وفلسفة اللغة وأصول الفقه وضوابط الفقه وقواعد الفقه ومقاصد الشريعة والنظريات الفقهية وعلوم القرآن وأصول التفسير وعلوم الحديث وأصول الحديث ثم الحديث ثم التفسير، بعدين يجي يتكلم. لذلك أنا أقول لك هو واعظ، هو واعظ يعني رجل يصعد المنبر يستطيع أن يعظ الناس. العلم شيء والوعظ شيء، ويوم أن خلط الناس بين العلم وبين الوعظ ضاع الشباب وفقدنا الوعي. لأن يجي لك واحد يكلمك في قضية علمية يقول لك ده أنا سألت الخطيب يوم الجمعة وقال لي كذا 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 كذا، ده واعظ يا مولانا.